مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دردشات كافيه. معكم نادين. يمكن انتم استغربتوا من العنوان شوي. هلا للحقيقه انه هي تجربه انا مريت فيها شخصيا، انه بحاله العلاج النفسي، لانه كان عندي مثل حالات غضب شديده غير مبرره ببعض المواقف، وبالتالي انا اضطريت روح عند حدا مختص لحتى اشوف انه شو السبب انه هي نوبات الغضب المفاجئه اللي عم تطلع مني. حكت المعالجة النفسية تبعي كلمة كتير حلوة، يلي هي هاي مو انت اللي عم تحكي وعم تغضبي، هذا الطفل الداخلي او الطفل الداخلية بجواتك اللي عم تحكي. فانا استغربت شوي انه شو معنى الطفل الداخلي، فانا فتت عم بعمل ابحاث وكذا. هلا الكتاب هو من تأليف تشارلز ويتفيلد اللي هو دكتور نفسي. طبعا الكتاب قديم، هيك اصدار سنة 87. طبعا تطور الطب النفسي من هذيك الفترة، بس كتاب كتير مهم لحتى نعرف شغلة نحن جاهلين عنه، بس نفس الوقت لازم نطالعه، يلي هو الطفل الداخلي. الطفل الداخلي باختصار هو الطفل اللي طلع معنا وتشكل معنا بأول 3 سنين أو 5 سنين من العمر. وقت نحن أول ما نولد بيكون هذا الطفل الداخلي موجود فينا، هو بيعبر عن حالنا مثل ما بدنا، هو بيكون كمان عنده حاجات، الحاجة للأمان، الحاجة للحب، الحاجة إنه هو الناس التانيين متقبلينه، الحاجة للتعبير عن النفس، الحاجة للإنجاز، الحاجة للإبداع. كل هدول هي حاجات الطفل الداخلي. فشو بيصير بالتالي؟ إذا العائلة أو المحيط الأبوين تعاملوا مع هدول الشغلات، إنه والله يقولوا له إنه لا، عيب لا تعيط، عيب لا تصرخ كذا، عوض ما يقولوا له إنه مثلا شو السبب تبع الصراخ، شو المشكلة هون. فأنا عوض ما اتحاور مع الطفل الداخلي بجوات هذا الطفل، أنا عم بقمعه بالنهاية. فهذا بيؤدي إنه ممكن إنه يتطور الموضوع لمجموعة شغلات مو كتير إيجابية. طبعا هي بحالة العائلات العادية إنه بس هي مجرد شغلات بسيطة ممكن إنه نتعامل معها، بس لسه عنا شغلات تانية اللي هي ممكن تكون مظلمة شوي وقت يكون الطفل أو الشخص متربي بعائلة مضطربة. فشو هي الشغلات اللي بتساويها العائلات المضطربة؟ عنا العقاب الصارم، يعني إنه الأب بيعمل حاله إنه مثلا هيك شخصية بتخوف. في عنا السخرية وقت نهين الطفل قدام الآخرين. في عنا الهوس بالكمال وقت نحط الولد بحالة إنه هو لازم يكون كامل أو لا شيء. في عنا العلاقات الباردة وقت ما يعبروا أحد الأبوين أو كلاهما عن عواطفه ومشاعره. وفي عنا التقلب بالرأي أو التقلب بالمواقف وقت يكون عم يعاقبوه على شغلة وبعدين تاني نهار بيطنشوا. الطفل بيوقع بحيرة إنه شو، إنه هون ولا هون. هي على فكرة واحدة من الشغلات معظم النفسانيين بيقولوا إنه هي أضر شغلة تساويها بالطفل. وعنا كمان موضوع عدم السماح بالتعبير، وقت ما بتسمحوا للطفل إنه يعبر عن مشاعره، إنه عيب هي ستك لا أو جدتك ما لازم تحكي معها بهالطريقة، أو لا تكون كتير بكى، ليه أنت كتير دراما كوين إلى آخره. هدول كلياتهم أنت عم تعمل حاجز للطفل إنه يعبر عن مشاعره. فهي كلها علامات للعائلات المضطربة، مع أنه بتكون ممكن أنه تكون عائلات كتير عادية، بس هي ممارسات العائلات المضطربة. طبعا نحن ما بننكر الآباء والأمهات أكيد عم يساووا أقصى جهودهم إنه لحتى يربوا أولادهم بالطريقة المثالية من وجهة نظرهم، بس هذا لا يمنع إنه نوعي حالنا، لأنه هلأ ما عاد في عنا عذر إنه نحن ما بنعرف. من زمان ما كان في نت، الطب النفسي ما كان متقدم، وما كان في كتير اعتبار لأهميته مثل هلأ حاليا إذا كنت أب أو أم وعندكم أطفال، هلأ اللحظة المثالية إنه تشوفوا هدول الأمور مشان ابنكم أو بنتكم يكونوا أحسن الناس، ويكونوا عن جد بيقدروا إنه يديروا بالهم إنه على عائلاتهم، وما تتكرر الحلقة اللي كنتوا أنتوا علقانين فيها. فالوقت ما تأخر نهائيا لتعالجوا هدول الأمور. تمام؟ نكمل. هلا شو كنتيجة لهدول الممارسات تبع العائلات المضطربة بتصير؟ بتخلق حالة التماهي. شو يعني حالة التماهي؟ هي بيسموها بالإنجليزي codependency. شو يعني codependency؟ إنه بتجاهل حاجاتي الشخصية وبركض وراء حاجات الآخرين. وللأسف الشديد نحن بمجتمعاتنا العربية نحن عنا موضوع إنه إكرام الضيف، إنه عنا غرفة مخصصة بالبيت للضيوف وكذا، ما بنخلي الأولاد يلعبوا فيها وكذا.
هاي واحدة من الأمثلة أنا بالنسبة إلي إنه دليل إنه عم نولي أهمية أكبر لحاجات الآخرين أكثر من حاجاتنا وعلى حساب راحتنا. وبيصير الموضوع أخطر وأخطر وقت يكون موضوع علاقات مثلا زوج وزوجة وكذا، لأنه يعني هي أنا شفتها بالعلاقات اللي بيكون واحد من الطرفين نرجسي، إن كانت الزوجة نرجسية أو الزوج نرجسي، إجباري الطرف الثاني اللي متحمله بيكون هو عنده حالة التماهي، فهو بيتجاهل حاجاته ويتعرض للإهانة والاحتقار الذات من قبل الشخصية النرجسية من وراء حالة التماهي. في عنا كتير أمثلة من هالموضوع. في عنا رسالة كافكا لأبيه يلي هو عم يحكي عن علاقته بأبوه، مبين إنه أبوه كان إنسان صارم وقاسي وما بيورجي أي مشاعر، والأم كانت مستسلمة تماماً. ونفس الشيء برسالة الاعتذار لإيف سندلر. طبعاً هذا الكتاب كتير مؤلم لأنه عم يحكي عن وحدة تعرضت للاعتداء الجنسي والجسدي من قبل أقرب الناس إليها اللي هو أبوها، ومبين بالقصة أو بالرسالة هي تخيلت حالها أنه هي رسالة أبوها منه لإلها مع أنه أبوها متوفي، لحتى تعمل مثل حالة إنه خلص بدي أتعامل مع مشاعري وبدي أغلق هالحلقة من حياتي. فمبين كمان إنه شخصية الأم من هالشخصيات اللي هي عندها حالة التماهي، شخصية مستسلمة جدا للأب. فهذا الشيء أبدا مو صحي. شو عنا من حالات التماهي أو شو هي علامات التماهي؟ أول وحدة يلي هي الاعتماد المبالغ على شخص آخر بما يتعلق بالتصرفات والمعتقدات، يعني إنه ما عندك شخص أو ما عندك الشخصية الخاصة فيك. الاهتمام المبالغ بشخص ما بحيث إنه أنت أو أنت بتتجاهلوا حاجاتكم الشخصية لقاء حاجات شخص ما. السوء التكيف، المرض، الاضطراب بسبب العيش مع شخص مضطرب، يعني مثل الشخص النرجسي هو بالنهاية هو شخص مضطرب نفسيا. وكمان التماهي أسلوب سلوكي عاطفي بيطور الإنسان، يعني إنه مثلا تطور الإنسان بسبب تربيته إنه يتجاهل حاجاته ويتجاهل شعوره كطريقة للتكيف، إنه مشان يتعامل مع الناس اللي حواليه. وطبعا هذا بيؤدي لانعدام الوعي، بيصير الإنسان اللي ما له وعي إنه ما يعرف إنه شلون يتصرف، ما يكون إنه له شخصيته الخاصة. مشان هيك بتشوفوا إنه النساء اللي عندهم زوج مضطرب بالفعل ما عم يقدروا يطلعوا، لأنه هن حاسين حالهم إنه لولا هذا الزوج هن ولا شيء. هذا الشيء اللي عم حاول نتفادى. طبعا صار نقاش كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بيني وبين أحد الأشخاص إنه هي ضحية. أنا عندي وقفة هون بموضوع الضحية إذا ما كانت شخصية واعية بالفعل هي ضحية، بس متى ما كان في وعي إنه عرفانة إنه هي الوضع تبعه وهي شخصية بحاجة للتعامل مع الطفل الداخلي جواتها وبحاجة إنه يكون في علاج. إذا ما فاتت بهالموضوع هاي ما صارت ضحية، صارت إنه استسلمت لدور الضحية. وهي كمان شغلة بنشوفها بكتير من الأشخاص بمجتمعنا يلي هو الناس اللي بيحبوا يعيشوا دور الضحية لأنه من وراء حالة التماهي. فشوفوا إنه قد ايه الموضوع خطير. وغير هي الخطورة إنه فقدان مشاعرنا، هذا شو بيؤدي بالنهاية؟ هذا بيؤدي لعواقب كتير خطيرة بتخص الإنسان وتحرمه إنه يكون إنسان طبيعي أو عادي، يلي هي أول شيء فقدان الإحساس تجاه ردة فعل تجاه الألم. يعني وقت يصير في حالة وفاة، حالة فقدان، بتحسوا إنه هذا الشخص ما عنده رياكشن أو ما عنده ردة فعل. هي لأنه لحتى يتعامل مع الطفل الداخلي المتألم اللي قامعه جواته مضطر إنه يكبح المشاعر تبعه. فممكن إنه تشوفوا إنه هذا الشخص ما عنده إحساس تجاه الآخرين وكذا، وهذا ممكن يتطور لموضوع النرجسية، وممكن يتطور أكثر لموضوع السايكوباثي أو الشخصية السايكوباثية اللي حتى ممكن إنه تقتل غيرها بدم بارد وما يهز إلا جفان. تمام؟ فهي واحدة من الشغلات الخطيرة اللي بتصير. الشغلات اللي بتطلع من التماهي، في عنا الخوف من الهجر، بيصير الشخص بيساوي أي شيء لحتى الشخص الثاني ما يتركه. الصعوبة في حل النزاعات، بيصير ما بيواجه. الصعوبة بالحب، ما بيقدر يعمل علاقات حب صحية أو يعمل علاقات زوجية صحية. في عنا الاضطراب، في عنا التحكم، اهتزاز الثقة بالنفس وبالآخرين، الاحتقار النفس، ما تقدر تكون على حقيقتك، الانخراط بتحمل المسؤولية، تجاهل الحاجات الشخصية، الهوس بالكمال. هدول كلياتهم كنتيجة
لموضوع التماهي. كمان في شغلة تانية نسيت أضيفها، قمع الطفل الداخلي بيؤدي لموضوع إنه الوسواس القهري ممكن ما يطلع من الصغر، ممكن يطلع لمواقف معينة، وممكن إنه عندك طرق معينة للتفريغ إلى آخره. فكمان هي شغلة سلبية بتصير. وكمان بحالة الفقدان كمان ما بنقدر على الحداد إنه نمارس الحزن تبعنا، نمارس الألم تبعنا، وهذا الشيء اللي بيؤدي إنه إعاقة تطورنا ونضجنا العقلي والعاطفي. يعني إنه أنا مثلا ممكن إنه صار معي قصة كبيرة ما قدرت أتعامل معها، فمعناتها بكرة إذا كبرت أكبر وكبرت مشاكلي معها أكبر ما رح أقدر أتعامل معه، أو إنه هاي المشاكل الأكبر رح يؤديني لبعض الاضطرابات مثل الاكتئاب. تمام؟ فهيك شغلة تانية. وفي عنا الشعور الخزي والعار، يلي هو إنه أنا في شيء غلط فيني، أنا ما حقي إنه حب، ما حقي إنه أنجح، ما حقي إنه أكون مع شخص يحترمني. وهذا بيؤدي إنه صعوبة بالعلاقات. بتلاقوا مثلا الزوجة أو الزوج في عندهم اضطراب، ما عم يقدروا يتعاملوا مع شريك حياتهم بشكل طبيعي، بيصير بتحمل شريك الحياة كتير شغلات بسبب إنه ما بيعرف إنه هو الشريك أو الشريكة تبعه إنه عندهم اضطراب عاطفي، فهذا ممكن يؤدي لحالة الانفصال، لأنه كمان هذا الشيء سام للطرف الثاني. طيب ننتقل للسؤال، طيب شو السبب اللي بيخلي الناس بيشعروا بالعار، بيشعروا إنه في نقص فيهم، بيشعروا؟ طبعا نحن ما عم نحكي على شعور الذنب. شعور الذنب هو شعور صحي جدا جدا، لأنه هذا بيدل إنه عنا لسه ضمير، وهذا بيخلينا إنه نراجع أفكارنا، نراجع أفعالنا، ويخلينا إنه يدفعنا إنه نصحح اللي نساويه أو ما نرتكب الخطأ مرة تانية. الشعور بالخزي والعار مو موضوع تصرف، بيصير موضوع إنه أنا فيني غلط. فهذا الشيء اللي بيعمل مشاكل كبيرة. فعشان هيك بقول لكم إنه هذا الشخص بيصير بيفكر حاله إنه ما بيستاهل إنه يكون عنده حاجات يلبي احتياجاته الخاصة. وطبعا هذا الشيء بيكون نتيجة للقمع الطفل الداخلي من قبل الأهل. ممكن مو شرط الأهل يكونوا الأهل لهم ذنب، ممكن المدرسين، بعض رموز السلطة إلى آخره. ويمكن تستغربوا منها المجتمع الإعلامي أو الإعلام بشكل عام، لأنه الإعلام مثلا بيحط صور نمطية لبعض الأشخاص. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، بالنسبة للجزء الأول. إن شاء الله الجزء الثاني بنقعد نحكي كيفية شفاء الطفل الداخلي. مشان ما أطول عليكم كتير، أكيد أنتوا قاعدين بالباص عم تسمعوني، أو قاعدين بالبيت إنه بقى حاطين ببالكم تشوفوا فيلم، فما رح أطول عليكم كتير. رح نشوفكم الحلقة الجاية. باي.